السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم المكرونة الاسباجيتي بالصلصة الحمراء كده، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. وطبعا في بعض الناس بتشتكي ان المكرونة بتبقى الصلصة بتاعتها ناشفة. انا هوريكي طريقة حلوة قوي بتكون الصلصة جوسي كده وحلوة. هنا معايا طماطم، انا شلت القشرة الخضراء اللي من فوق الوش كده، وجبت حلة على النار وحطيت الطماطم وبصلتين وثلاث فصوص من الثوم، وهسيبها تغلي كده على النار والطماطم تنزل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين قدامكم كده. وبعد ما الطماطم نزلت ميتها كده واستوت، بدأت ان انا طفيت النار كده وهعملها بالهاند بلندر كده وهضربها. ممكن ان احنا نعملها كمان في الخلاط، بس بعد ما الطماطم تبتدي ان هي تهدأ السخونة بتاعتها عشان نضربها كويس قوي. بعد ما ضربتها هضربها كده لحد ما تتفرم فرم ناعم وتبقى زي الخلاط بالظبط، وهصفيها بالمصفى. وبعد كده هجيب حلة على النار وتوم مفروم وهقلبها كده شوية لحد ما التوم يدبل، وهبتدي ان انا احط عصير الطماطم اللي انا صفيته. حطيت رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وكمان هحط رشة من الشطة. ممكن البديل بتاعها تحطي فلفل حامي، بتبقى احلى كمان من الشطة. في حلة على النار المية سخنت جامد، حطيت ملح، وبعد كده حطيت المكرونة. والمكرونة بعد ما سقطت شوية بدأت ان انا اقلب المكرونة كويس قوي. وهنا الصلصة اتسبكت، حطيت المكرونة على الصلصة، وبصوا انا بقلبها كده وبوريكم ان المكرونة بتبقى الصلصة بتاعتها مصلصلة كده وحلوة، والطعم فيها بيبقى احلى بكتير. الطريقة دي طريقة حلوة قوي وان شاء الله تعجبكم، واكتبوا لي التعليقات في اسفل الفيديو. وطبعا انا هكتب لكم الوصفة في صندوق الوصف. وهنبتدي ان احنا نغرفها كده، وهرش عليها رشة من الجبنة الرومي، بتديها طعم حلو قوي، ويا ريت تجربوها. واللي ما بيحبش يحط عليها الجبنة الرومي مش لازم ان هو يحط عليها الجبنة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والوصفة سهلة جدا. وفي النهاية اقول لكم الى اللقاء مع فيديو جديد، ومع السلامة.